كلنا متفقين إن أغرب حاجة ممكن تكتشفها في حياتك إن أنت لما بتبقى في فترة مضغوط فيها وتعبان فيها والدنيا مزنقة معاك في كل حتة، أنت بتبقى أقرب شخصية ليك من ربنا. وفي نفس الوقت لما بنبقى مرتاحين والنفسية متظبطة شوية والدنيا جميلة ومفيش ضغط قوي، مش أقرب فترة أنت قريب فيها من ربنا بصراحة. ده بيحصل معايا شخصيا وبيحصل معاك وبيحصل مع الكل يعتبر. بصراحة مراكمين حبتين تلاتة أربعة كاسرين الشهر تقريبا مراكمينه، وعايزين ننزل نتمرن في فلوج خفيف كده إن شاء الله كالعادة. انزل لي يا ابني بالإنترو. من يومين سمعت فيديو أو فكرة كده خلتني أبص على نفسي، واللي هو في لمبة كده نورت في دماغي. يعني في طريقة مختلفة أو في طريقة تفكير مختلفة أنا بصيت لنفسي بيها. كان في فترة يعني كلنا كنا مضغوطين فيها، وفترة الطبيعي إنك تبقى مضغوط فيها وتعبان شوية. يعني مثال، يعني فترة ثانوية عامة مثلا، أنت مضغوط جدا تعبان جدا في كمية هموم، وأنا حصل لي حادثة وعملت حادثة وكان في كسر قبلها وحاجات كتير أوي كده. في وسط ده كله انت بتكتشف ان هي انت كنت دي اقرب نسخة ليك من ربنا. دي يعتبر من احسن النسخ اللي انت وصلت لها في كل حاجة عامة، رغم ان انت كل حاجة بتبقى متدمرة قدامك ومش قادر تعمل اي حاجة وكل حياتك بايظة. بس لما تبص من بره، انت دي فعلا افضل فترة انت كنت فيها واحسن فترة واحسن نسخة منك اصلا. ولكن نيجي نبص للواقع حاليا، انت النفسية مرتاحة شوية، الدنيا مش صعبة زي ما كانت، او تعاملك مع الدنيا مش زي ما كان، عمليا انجازك مش اسوأ حاجة. بس في نفس الوقت هتيجي لعلاقتك مع ربنا تلاقي انك مقصر جدا، الدنيا بايظة معاك حبتين تلاتة أربعة خمسة يعني، ومش أحسن نسخة وأنت مش راضي عن النسخة دي في الحاجة دي بالذات كمان. يعني ممكن تبقى في حياتك مطنش ماشي اللي هو عادي، بس علاقتك مع ربنا ما ينفعش تطنشها وأنت مش راضي عن الحاجة دي وما ينفعش تكون راضي عنها أصلا. الساعة الثامنة مساء، 8:30 يعني. كان عندي شوية شغل كده خلصته، كروت تعريف للأكاديمية اللي أنا فيها والناس يعني اللي في الأكاديمية اللي أنا فيها. فخلصت شغل الحمد لله. كوب من القهوة. الطريف في الأمر إن أنا مبطل قهوة بقالي فترة كبيرة أوي، يعتبر بقالي شهر. يعني شهر بالنسبة لي دي فترة كبيرة أوي إن أنا مشربش فيها غير كوباية قهوة أو اتنين. فشكل كده هرجع لها تاني يعني، هنكمل مع حبة حلوين وأنا أرجع لها حبة حلوين نشوف اللي ورانا. أنا الفترة دي كنت مظبط نومي إلى حد ما شوية، يعني كان أحسن من زمان بكتير يعني. ولكن شكلنا كده هنرجع تاني. حرفيا في الفارما، بس في الأسبوع السادس هم تقريبا بدأوا في الأسبوع ال11 وخلصوه باين مش عارف. أنا لسه في الأسبوع السادس. كلية مروقة في الفارما، ترويقة عسل. بص ده كله تعالى أقولك على السبب. بصراحة وببساطة احنا لما بنتكسر أو لما بنبقى في حالة صعبة أو في وقت صعب أو في وقت ضغط، بنمر بحاجة صعبة عامة، بنبقى مدركين فعلا وواعيين في الوقت ده إن مقدمناش غير ربنا. يعني مقدمناش غير إن احنا نلجأ له هو، إن هو اللي هيساعدنا فيها وهو اللي هيحلنا. وقربنا من ربنا هو اللي هيحسن نفسيتنا وهو اللي هيدينا ويخلينا قادرين نشتغل ونعمل اللي احنا بنعمله. ولكن لما بنكون مرتاحين أو الوضع مريح شوية، مش ضغط قوي، الدنيا مش صعبة قوي، بتغفل عن الحاجة دي. يعني بتغفل إن أنت علاقتي مع ربنا وحشة. إنما لما بتبقى في وقت صعب بتبقى مدرك الحاجة دي أوي. التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون. طيب بعد ده كله هنحل المشكلة دي ازاي؟ يعني بصراحة يعني مشكلة صعبة يعني، أو مش مشكلة صعبة، هي المشكلة إن احنا بننسى أصلا. هنحل ازاي؟ بص بصراحة في الأوقات دي أنا بتجه إلى حاجة من اتنين يعني، يا إما بظبط. طيب في وسط ده كله هنحل المشكلة دي ازاي أصلا؟ يعني المشكلة صعبة أو مش صعبة، بس
المشكلة إن إحنا بننسى أصلا وبنغفل عن الحاجة دي. في وسط ده كله أنا بحل المشكلة دي بحاجة من اتنين: يا إما بفكر نفسي إن أنا كنت عامل إزاي ساعتها، عامل إزاي لما كنت تعبان، عامل إزاي لما كنت طالع من حادثة، عامل إزاي لما كنت في ثانوية عامة والضغط والمذاكرة والكلام ده كله، عامل إزاي لما كنت عايز أوصل لحاجة وتعبان وعايز أبعد عن حاجة معينة وحشة، وكنت عامل إزاي أصلا في الأوقات دي كلها. فبفكر نفسي بالوقت ده، وبفكر نفسي بالأوقات الصعبة، وأحاول أعيشها تاني وأعيش نفسي في نفس الجودة تاني عشان أرجع لربنا تاني وأقرب من ربنا تاني. أو بتجه لطريق تاني إن أنا يكون في حاجة مفكراني بده على طول، حاجة قدامي بتفكرني بده على طول. يعني من أبسط الحاجات، يعني فكرة ممكن من الأفكار اللي أنت ممكن تستخدمها وتستخدم غيرها عادي جدا، ألا وهي النوتة مثلا. يعني نوتة الطريق إلى الجنة مثلا، عامة أي نوتة بيكون فيها الكونسبت ده، وفيها إن أنت تفتكر، ويكون في مهام دينية وحاجة تفكرك دايما موجودة قدامك، وبتتكرر على ذهنك بشكل متداول أو بشكل متكرر كتير. فبتبقى واعي أغلب الوقت. يعني محدش فينا واعي على طول، بس هتبقى واعي أغلب الوقت إن شاء الله. محدش فينا واعي على طول، بس هتبقى واعي أغلب الوقت إن شاء الله ومتذكر الحاجة دي. ولما تغفل هترجع تاني للحاجة دي، هتكون أخيرا عشان القرب من ربنا يعني مش بيجي في وقت الأزمات بس، ولازم ما يجيش في وقت الأزمات بس، بل بالعكس. يعني احنا المفروض نكون قريبين من ربنا في الأزمات وفي غير الأزمات. يعني وبالعكس في السراء أكتر كمان. يعني فاهم حاجة؟ اللي هو انت بتشكر النعمة اللي انت فيها اصلا بقربك من ربنا في الوقت الكويس وفي الوقت الحلو وفي الوقت اللي مفيهوش ضغط. فقربك من ربنا انت بتشكر النعمة اللي انت فيها حاليا. طيب، واخيرا لو عرفنا نحافظ عليها واحنا كويسين، فساعتها احنا بجد كسبانين بجد. يعني كسبانين كتير قوي. اكتشفت ان عندي تسليمات اصلا كتير تاني بكرة، ولوجات وحاجات مفتحناش فيها حرف. فبس كان معكم محمد الباسيوني، سلام عليكم وفي امان الله.